السلام عليكم حبايبي طلبات تالتة إعدادي، أهلا وسهلا بيكم. تعالوا معايا النهاردة نحل محافظة الإسكندرية. أول سؤال في الامتحان كلنا عارفين إن بيبقى الديالوج محادثة، ولازم أعرف التايتل من فوق بتاع المحادثة، العنوان بيتكلم عن إيه. هو هنا بيقول لي إيهاب and أحمد are talking about the environment. إيهاب وأحمد بيتكلموا عن البيئة. إيهاب بيقول hello أحمد what are you doing؟ أنت بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ قال له hello إيهاب I am حاجة بيعمل حاجة. What is this article about؟ يبقى أكيد قال له أنا بقرأ مقالة أو بكتب مقالة، الاتنين سيان بالنسبة لي لأن هتلاقيه مش موضح تحت. طيب I'm writing an article، ممكن أستبدل writing ب reading. I'm reading an article. article يعني مقالة. What is this article about؟ هي المقالة دي عن إيه؟ قال له حاجة، بعدين قال له our environment is being polluted severely، يعني البيئة بتاعتنا بتتلوث بطريقة متكررة. طيب يبقى هو قال له it's about the environment. it's about the environment يعني هي عن البيئة. أحمد قال we can plant more trees to prevent that. نقدر نزرع أشجار أكتر عشان نمنع ذلك. الverb prevent معناه يمنع. فاتسأل سؤال كانت إجابته yes we can use less plastic. يبقى السؤال هو can we use less plastic؟ هل نستطيع أن نستخدم بلاستيك أقل؟ Yes we can use less plastic. في كلام اتقال هنا وبعديه exclamation mark علامة تعجب. الرد عليه actually بالضبط this will help save the environment. بالضبط ده هيساعد في حماية البيئة والحفاظ على البيئة. يبقى ممكن نقول في number 5 and this will save the environment and this will save the environment ونحط exclamation mark تمام زي ما هو طالب مني. Question number 2. Read and complete the text with words from the following list. هنكمل القطعة الصغيرة دي بالكلمات اللي موجودة عندنا. The reef is a beautiful place. ريف معناها الشعاب، مكان جميل. طبعا منطقة الشعاب المرجانية قصده كده. Some people بعض الناس it as an underwater garden. Describe it بيوصفوه على ان هو جنينة او حديقة تحت الماء. The corals المرجان that form the reef اللي بيشكل الريف are very بيوصف المرجان ان هو are very colorful ملون. Some of them بعض منهم look like يشبه ايه؟ يشبه plants النباتات. But they are not لكن هم مش نباتات. They are made of thousands of tiny animals. هم معمولين من آلاف الحيوانات الضئيلة. Tiny means ضئيل أو صغير جدا. That are joined together اللي اتجمعت مع بعض. Together معا و joined اتجمعت. Corals المرجان can only live in warm clean sea. live معناها يعيش في مية البحر الايه النظيفة الدافئة أو المعتدلة with lots of light مع الكثير من الضوء. ندخل على السؤال الثالث. Read the following text then answer the questions. يلا بينا مع بعض نقرأ القطعة. تابعني علشان تعرف المينينج بتاع السنتنس كلها. Elephants live in families. الفيلة بتعيش في عائلات. When a baby elephant is born لما البيبي الصغير بتاع الفيل بيتولد the family is very excited. العيلة بتبقى متحمسة فرحانة بيه يعني. They come close to the baby. come close يعني بيقتربوا من البيبي الصغنن ده to welcome it عشان يرحبوا بيه. And the mother والأم helps the baby to stand up. بتساعد ان هو يقدر يقف. ندخل على الباراجراف الثاني. The mother elephant looks after her baby very carefully. بتعتني بالبيبي بتاعها بعناية شديدة جدا. If it moves وهيسألك على pronoun it بعد شوية يقولك بيشير لإيه. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على البيبي elephant. If it moves away from her لما بيبعد عنها شوية she brings it back بترجعه تاني مهتمة بيه يعني جدا. If the sun is very hot
لو الشمس حارة جدا. She moves the baby under her body. بتحرك البيبي وتجيبه تحت جسمها طبعا عشان تحميه. If a baby can't climb over something، ما يقدرش يطلع على حاجة، its mother مامته helps it with her trunk. trunk اللي هو خرطوم أو زلومة الفيل زي ما احنا بنقول، بتساعده بالخرطوم بتاعها. Sometimes أحيانا other young elephants help a mother. بعض الأطفال الصغيرين بقى بيساعدوا الأم. A mother elephant look after her baby. بيساعدوها بتعتني بالبيبي الحديث اللي هي لسه والداه ده. This is how young elephants learn to take care of babies. يبقى بكده الفيلة الصغيرين بيتعلموا ازاي يعتنوا بالبيبي الصغنن اللي جه. Paragraph التالت. Elephants walk from place to place looking for food and water. بيتحركوا من مكان لمكان عشان بيدوروا على الطعام وعلى المية، ويسألك على الكلام ده بعد شوية. When the elephants are walking, the baby sometimes hold its mother's tail. لما بيتحركوا البيبي الصغنن بيمسك الديل بتاع مامته. If a lion comes close to them، لو أسد بيقترب منهم، all the elephants كل الفيلة stop بيتوقفوا and stand close together بيفضلوا قريبين من بعض with the babies in the middle وبيخلوا البيبيز الصغننين in the middle في المنتصف. طبعا هو قصده بالحركة دي ان هما بيحموا البيبيز. It is an amazing world. عالم مدهش. Number 1 واحدة ونركز كده مع بعض بناء على المعلومات اللي عرفناها من التكست. بيقولك the passage القطعة is about. القطعة عن ايه؟ letter A بيقولك what baby elephants look like. يعني البيبي elephants شكلهم ايه؟ لا هو ما كانش عن كده بس. how mother and baby elephants live. ازاي الام والبيبي elephants بيعيشوا. yes. why people hate elephants. ليه الناس بتكره الفيلة؟ مفيش الكلام ده طبعا. when lions help elephants. لما الأسود بتساعد الفيلة. الكلام ده مش صح. الانسر هي letter B how mother and baby elephants live. Number 2 the elephants walk to different places. الفيلة بيمشوا لأماكن مختلفة. 2 letter A be excited عشان يبقوا متحمسين. letter B find other animals عشان يشوفوا حيوانات أخرى. letter C look for food and water بيدوروا على الطعام والمية. letter D live in cold weather عشان يعيشوا في جو بارد. لا طبعا الكلام ده كله غلط ما عدا letter C هي الانسر هي الإجابة. look for food and water بيبحثوا عن الطعام والمية. number 3 if a lion comes close لما الأسد بيقترب all the elephants كل الفيلة. letter A protect baby elephants الفيلة بيحموا البيبي elephants. letter B run away بيهربوا. letter C kill the lion بيقتلوا الأسد. letter D move to another place بيروحوا مكان تاني. لا طبعا كل دول غلط ما عدا letter A protect baby elephants لأن قالك في القطعة إن هم بيجيبوهم in the middle في المنتصف يبقى علشان يحموهم. Letter B answer the following questions. Number 4 what does the underlined pronoun it refer to. الضمير it بيشير لإيه؟ احنا لسه واخدينه من شوية قلنا بيشير للبيبي elephant في القطعة. بص عليها تلاقيه بيشير للبيبي elephant يبقى نقول it refers to the baby elephant. Number 5 what can we learn. ماذا نستطيع أن نتعلم from the life of elephants. نتعلم إيه من حياة الفيلة؟ احنا شايفين رعايتهم وعنايتهم لأطفالهم فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعلمها. We can learn to be caring ان احنا نبقى مهتمين with our children. Number 6 Do you think هل تعتقد elephants prefer to be in a zoo. تعتقد ان هم بيفضلوا يبقوا في حديقة حيوان. ولو قلت yes هتقول why ولو قلت no هتقول why not. هتذكر السبب يعني. أنا في رأيي
هقول no I don't think so because they prefer to live in families. لأ علشان هم بيفضلوا يعيشوا في عائلات. ندخل السؤال الرابع number 4 في الامتحان. choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. A or an is a person who travels into space. مين الشخص اللي بيتنقل للفضاء أو بيسافر أو بيتنقل يتحرك للفضاء؟ بنسميه astronomer عالم فلك، astronaut رائد فضاء، astrologer نسميه دجال عراف، sailor اللي هو البحار. طبعا هنقول astronaut اللي هو رائد فضاء. Number 2. If the natural home for an animal or a plant يعني موطن طبيعي للحيوان أو النبات، habitat موطن، coast ساحل، rock صخرة، rain forest اللي هي الغابة المطيرة أو الغابة الاستوائية. طبعا الإجابة habitat اللي هي الموطن. Number 3. If the synonym يعني مرادف يعني هنجيب معنى الكلمة of angry happy سعيد، bad سيء، glad سعيد، cross معناها غاضب، وangry غاضب، يبقى السينونيم بتاع angry cross. Number 4. the prefix اللي هو البادئة مقطع بيتحط في بداية الكلمة gives the opposite of appear بيدي عكس appear يظهر، عكسها disappear يختفي. Number 5. the whale اللي هو الحوت is really حقيقة it is about 150 tons 150 طن، يبقى enormous يعني ضخم أو كبير جدا، small صغير، tiny ضئيل يعني صغير جدا جدا، slim يعني نحيف. Number 6. we cannot ما نقدرش continue to نستمر أن to use petrol for cars because it is not عشان البترول مش sustainable مستدام. fantastic رائع، rechargeable يعني يعاد الشحن أو معاد شحنه، remote يعني بعيد، يبقى الإجابة طبعا قلنا sustainable مستدام عشان هو مش مستدام، خلي بالك من النفي not. Number 5 سؤال correct هنصحح ice large areas مساحات كبيرة of wetlands طبعا هنقول يغطي covers طبعا لازم يبقى فيه subject verb agreement توافق الفاعل مع الفعل، هنقول هنا ice covers يغطي S بتاعت ال present simple مع كلمة ice. Number 2 the bird keeps طبعا keep verb ing keeps making a loud noise طبعا بيستمر في إصدار صوت عالي أو مرتفع. خلي بالك لما نيجي نحط ال ing we omit e بنحذف ال e، خلي بالك الverb اللي بينتهي ب e بنحذف ال e قبل ما نحط ing. Number 3 I plant more trees if I were in your position. ايه ده if بتديني فلاش وبتقولي خلي بالك أنا قاعدة if الشرطية التانية عندي were past simple، خلي بالك I جاية مع were، طيب يبقى دي نصيحة، يبقى I planted حطينا past simple قاعدة if الشرطية الثانية planted. Number 4 no one had a photo of the far side of the moon يعني الجزء المظلم من القمر before 1959. خلي بالك جاي بعد before توقيت زمني، تمام، جاي لي السنة اهو. الجزء التاني هيبقى had زائد PP اللي هو الماضي التام، يبقى had تصريف الثالث من الverb see seen، يبقى had seen. Number 5 lots of mobile phones الكثير من الموبايلات أو أجهزة التليفون. كاتب لك كلمة steal، هو المفروض الverb ده فيه خطأ، المفروض steal اللي هو الverb يسرق. This year the police said. الجملة ما اتحولتش، هي لسه between
brackets لسه ما بين أقواس وما تحولتش، فأنا عايزة أقول إن أساسها بالنسبة لي هنا يعتبر present perfect، مضارع تام. في الباسيف يبقى مضارع تام في الباسيف. لما نقول lots of mobile phones، هي الموبايل فونز بتسرق ولا بتتسرق؟ يبقى بتتسرق، يبقى هي دلوقتي موقعها مفعول، يبقى مبني المجهول مضارع تام have been stolen. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده ونكون خلصنا محافظة الإسكندرية. يا رب أكون قدرت أفيدكم بالتوفيق وأشوفكم في محافظة تانية. سلام عليكم.